السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم صيبت معكم هذه الشهده اللي تجي رائعه رائعه بدون مكونات صعيبه، سهله متواجده في كل بيت. فقط غير تبعوا لا فيديو خطوه خطوه، ان شاء الله اكيد راه غادي تعجبكم وغادي تجربوها وتعجب لي داق عندكم. صيبتها حتى بحال هذا الشكل. المهم تجي شي حاجه رائعه زوينه بزاف، رطبه هشيشه. نتوما بغيتو تعمروها بالشوكولاته تعمروها، انا ما عمرتهاش. يعني تجي واحد القوام اللي رائع رائع. شوفوا التقطيعه ديالها كي دايره. نقرب لكم شويه باش تشوفوا الداخل ديالها بحال البونج، هشيشه خفيفه. يعني تشوفوا حتى هذه حتى هي نقطع معكم وحده، راه تجي واحد القوام رائع. شفتوها كي طيبه، التقطيعه ديالها تبين لكم شحال هي خفيفه وقطنيه. وقبل ما ندوزو الوصفه ديالنا ضروري ما اننا نصليو على الرسول عليه افضل الصلاه وازكى السلام، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. دابا ان شاء الله ندوزو لا فيديو، تابعوني وما تمشيو فين. بسم الله على بركه الله. دابا ان شاء الله غادي نبداو الوصفه ديالنا وحنا تنذكروا في المكونات. غادي نحتاج لواحد 3 الكؤوس ديال الماء اللي يكون دافي. بسم الله. دائما العبار بكاس العنبه الكلاسيكي اللي المعتمد عندنا تنعبروا به هكايا. غادي نضيف عليهم نص كاس ديال السكر سنيده. عندي هنا معلقه ونص ديال الخميره الفوريه، معلقه ونص كبيره. غادي نضيف عليهم 2 كؤوس ديال الدقيق الابيض. صافي غادي نمزج هاد المكونات حتى تتفاعل لي الخميره ان شاء الله، عاد باش نكملوا الوصفه ديالنا. بالنسبه للماء يمكن لكم تعوضوه بالحليب يكون دافي. بما انني ما غاديش ندير الحليب دافي غادي نعوضو انا بالحليب بودره. هانتوما غتلاحظوا معايا. صافي من بعد ما خلطت المكونات دابا ان شاء الله غادي نغطي عليهم حتى تتفاعل لي الخميره ديالي، وغادي نتلاقاو باش نكملوا الوصفه ديالنا كيف ما قلت لكم. صافي دابا ان شاء الله غادي نخليوها ترتاح مزيان ونتلاقاو من بعد ما تصبح بحال هكا، يعني تتفاعل ديك المكونات. دابا ان شاء الله غادي نضيف واحد معلقه صغيره مع مرش ديال الملح. غادي نضيف سكر فاني، عندي 2. يمكن لكم تضيفوهم حتى من الاول ولا في هاد الوقيته بحال. صافي غادي نخلط هاد المكونات. عندي هنا الحليب بودره 3 المعالق كبار. كما قلت لكم الماء يمكن لكم تعوضوه بالحليب سائل وتستغناو على الحليب بودره. في هذه المرحله غادي نضيف نص كاس ديال الزيت النباتيه. صافي نبقى نضيف الدقيق معاكم وانا تنعبر بكاس العنبه حتى الاخر، وغنقول لكم شحال هزات لينا من كاس. كيف شفتوا في الاول درنا 2 كيسان وغادي نكملوا. هذا الكاس الثالث بالاضافه للزوج اللي درت قبل في البدايه ديال الفيديو. هذا الكاس الرابع، الكاس الخامس، الكاس السادس. كيف ما لاحظتوا دابا 6 الكؤوس اللي عندنا هنايا غادي نخلطوا. نتوما بغيتو نصف الكميه تديروا نصف المقادير اللي عطيتكم. هذا الكاس السابع. دابا لحد الان درنا 8 ديال الكؤوس ديال الدقيق. غادي نضيف شويه ديال الدقيق، شهد واحد نص كاس. وعندي هنا واحد الساشي ديال خمارات الحلويات على وزن 16 غرام. مع الحال بارد ضروري ما اننا نديرو الخماره بحال هكا. صافي وندخل هاد المكونات مزيان مزيان ونشوفوا القوام ان شاء الله كي غادي يصبح. صافي من بعد ما تنجمع العجينه وكتندلكها مزيان، صافي اكتفيت. كيف ما شفتوا راه 8 الكيسان ونص ديال الدقيق اللي هزات لي، والدقيق تيبقى ثاني على حسب النوعيه. غادي نحتاج لواحد 2 معالق كبار ديال الزبده، راه خرجتها قبل من الثلاجه بدرجه المطبخ باش تساعدنا باش ندخلوها.
المهم اللي بغات تستعمل العجانه راه غتستعملها. بسم الله. صافي تنبقى ندخل هاد الزبده مزيان في العجين حتى تندمج مزيان، وان شاء الله ديك الساعه نخليوه يختمر. صافي دابا ما عليا غير نغطيها ان شاء الله بالبلاستيك الغذائي ونتسنى عليها حتى تخمر مزيان وتضاعف الحجم ديالها ونتلاقاو. بعد ما تيختمر لي العجين ديالي تيضاعف الحجم ديالو. بسم الله. صافي دابا ان شاء الله غادي نحطو فوق سطح العمل. ضروري ما نخلي واحد الفراغ بيناتهم. صافي من بعد ما ساليت الطاوه ديالي كيف ما تتشوفوا، العجين اللي تبقى لي غادي نديرو في هذا المول. المهم تديروا في اي حاجه بغيتو ديروه فيها بلا ما ندهنوا بلا حتى حاجه، حيت اصلا العجينه راه فيها الزبده. صافي غادي نكوروهم حتى هما نحطوهم هنايا. صافي من بعد ما ساليتهم دابا ان شاء الله غادي نغطي على الكروس ديالي ان شاء الله حتى تيختمر مزيان مزيان، وديك الساعه ندهنو وندخلوه يطيب في الفران. من بعد ما تتخمر لي البريوش او الشهده اللي صايبتها هنا، نتوما كما قلت لكم تديروها في المول اللي اختاريتو. الفران راني شعلته حيت خاصنا ندخلوها الفران يكون درجه الحراره ديالو عاليه. هنا عندي واحد البيضه كامله اللي درت فيها قطرات ديال الحليب وقطرات ديال صلصه الصوجه. يمكن لكم تعوضوا صلصه الصوجه بنسكافي او تكتفيو غير بالحليب مع البيضه. بسم الله. دابا غادي ندهنوهم، والدهين دهنويه بشويه باش ما يتفشوش لكم يعني تخسروا المفعول ديال الخميره اللي اختمروا فيها. صافي من بعد ما دهنتهم كاملين غادي ندير رشاشه ديال الجنجلان. بسم الله. ان شاء الله غادي ندخلهم الفرن كيف ما قلت لكم راه مشعول قبل على درجه الحراره 250 درجه. نديروا البروش ديالنا لتحت حتى تيطيب، نطلعوا الفوق يتحمر ونتلاقاو مع الشكل النهائي ان شاء الله. من بعد ما تطيب الشهده تتجي بحال هذا الشكل، تتجي رائعه، تتجي رطبه. المهم كيف ما قلت لكم هادو راه درت فيهم الجنجلان، وهادو ان شاء الله غادي ندهنهم بالكونفيتير اللي ذوبتو شي شويه في الميكرووند، وغادي ندرر عليهم الكوك. المهم التزيين تيبقى لكم على حسب الرغبه ديالكم. صافي تيصبح الشكل ديالهم بحال هكا. المهم حيت معكم وحده شوفوا كي تجي رطبه هشيشه. نقرب لكم راه طايبه، تيجي بحال البونج. شوفوا كي تجي رطبه يعني شوفوا مفشفشه. فقط غير جربوا الطريقه اللي عطيتكم ان شاء الله راه غادي تصدق معكم من اول استعمال. كيف ما تلاحظوا معايا اللي درت في المول الاخر حتى هي طابت، راه تيجي رطب يعني بواحد القوام رائع. نتمنى ان لا فيديو اللي صيفط معكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا وانتم وصلتوا لهاد اللحظه وباقي ما درتوليش لايك. ديروا لي واحد اللايك وشي تعليق زوين، تبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. الى فيديو قادم باذن الله. دمتم في حفظ الرحمن ورعايته.